السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل على الحلوين. من زمان جدا ما عملتش لايف، جايز من سنة او اكتر، مش فاكرة. بس اللي انا فاكراه ان ممكن يكون اخر لايف عملته كان ايام ما كنت في مؤتمر سان دييجو، مثلا من اكتر من سنة. عملت فيديوهات، لكن بقالي كتير ما عملتش لايف معاكم، ولا كنت محضرة ولا مذاكرة ولا عارفة هطلع اقول لكم ايه. ولعل ده اللي خلاني اخرج اقول لكم. انا شخص تربوي من زمان، وعارفه ان انا حد تقيل تربويا وشاطره وبتاع، بس الحقيقه حتى الناس التربويه الشاطره بيجي عليها وقت وتعطل. فانا لقيت نفسي مش عارفه اعمل ايه تربويا في الكيس ده، ومش قادره احدد. فقلت فرصه اتناقش معاكم ونتكلم في ان حتى الناس المتخصصه بتعطل، وحتى المتخصصين اللي زي حالاتي بيجي عليهم وقت حقيقي محتاجين حد يشور عليهم. مش عارفة بالظبط اعمل ايه، ومش عارفة بالظبط الصح ايه، مش متأكدة 100%. مفيش حاجة 100% قوي، يعني مش واثقة ان ده الصح مليون في المية، او ايه اللي المفروض يتعمل في الموقف اللي زي ده. ف... فتعالي نقول للناس من ناحية عشان الناس تتعلم ان حتى المتخصصين بيحتاجوا يذاكروا ويطلعوا وبيعطلوا عادي، وما بيبقوش عارفين تربويا يعملوا ايه رغم ان دي لعبتي. ومن ناحية تانية علشان اتعلم منكم، لان انا حقيقي بثق فيكم وعارفة ان انا بيتابعني ناس تربوية محترمة، ولو هم في مشكلة زي دي ممكن يعملوا ايه. فخلينا نستنى الناس تتجمع، اي حد من الناس اللي دخلت يقول لنا الصوت والصوره تمام، وبعد كده اقول لكم ايه الاشكاليه الخطيره اللي انا طالعه اخد رايكم فيها. والمره دي خليني فعلا اسمع منكم وافهم، لعل الخطا عندي، ولعل تقولوا لي افكار ممكن نحلها ازاي. احنا هنتكلم المره دي عن فكره اصابه طفل بمرض مزمن. لو ابني او بنتي ربنا اراد وبقى عندهم مرض من الامراض المزمنه. من زمان وانا بشارككم مواقف حصلت، بقابلها مع الاهالي في العياده التربويه، بقابلها مع اولادي في الحضانه للاطفال العاديه، او بقابلها مع اولادي في حضانه اطفال الاحتياجات الخاصه اللي بتديرها مؤسسه رؤيه. من زمان وانا بشارككم مواقف حيه وحقيقيه شفتها مع ناس، مواقف حصلت مع اهالي، مواقف حصلت مع اولادهم، مواقف حصلت مع اخصائيين او معلمات. المرة دي أنا جاية أشارككم برضو، بس الحقيقة الموقف حاصل لي أنا. لا، ماذا لو أراد الله واتصاب ابني بمرض مزمن؟ أنا عملت قبل كده فيديو قلت ماذا لو الأم اتصابت بمرض مزمن، وقعدت اتكلم على فكرة التقبل والمشاعر الحقيقية وعدم الانكار وعدم محاولة التعتيم على الاولاد وادعاء ان كل شيء تمام، وان الصح ان احنا نخلي الولاد يمروا بتجارب الله زي ما ربنا فرضها عليهم. الصح ان الام تبكي، ان الام تشارك، ان الام تقول اللي هي حاسه بيه، او الام او الاب، يعني ان احنا نتكلم عن مشاعرنا الحقيقيه في ان احنا زعلانين او ان احنا خايفين او مخضوضين او ايا كانت او منزعجين. اتكلمت ان ده امر طبيعي وسليم وصحي. قلت لكم ماذا لو الام او الاب اتصابوا بمرض مزمن زي السكر او القلب او الكانسر او اي مرض من الامراض اللي بيستدعي معامله دائمه في البيت او في المستشفى او ايا كان. لكن الحقيقه المره دي انا في الفيديو اللي فات ما قلتش ان ده اللي خلاني اعمل الفيديو، ان انا جالي مرض مزمن زي السكر. ليه؟ لان انا ما كنتش عايزه شخصن الامر، يعني ما كنتش عايزه، الموضوع ما كانش شخصي قوي. لكن انا زمان اتكلمت عن اطفال السكر واتكلمت عن اطفال الامراض المزمنه في اكتر من فيديو زمان، ومن زمان طبعا هم في اهتماماتي وفي دراستي وفي قراءاتي، لان هم فئه مهمه. الام بتعطل لما ابنها بيجيله مرض مزمن، وقد تسيء التصرف، قد تدلعه زيادة أو تتحامل عليه زيادة عشان خايفة الناس تدلعه، أو تديله اوبشن أو امتيازات هو مش محتاجها بحجة إن هو حبيبي عيان وبتاع، فينتج عنه إن الولد يسيء سلوكه أو يساء تربيته بسبب إنه واخد امتيازات هو ليس في حاجة إليه. فأنا من زمان وأنا واخدة للتوجه ده وفاهماه. لكن المرة دي شفت منظور
يعني اول مره اشوفه، وانا كنت في زياره لبنتي حبيبتي الكبيره، لاول مره ازورها بعد ما قضاء الله وقدره ان بنتي الكبيره جالها السكر. اول مره ازورها بناء على رغبتها، وهي كانت حابه ده، وانا حبيت ما زعلهاش وقلت لها تمام، ورحت ازورها في المدرسه. بس الحقيقه جالي مشاعر مختلطه جدا جدا، في جزء ايجابي وجزء سلبي. جزء ايجابي ان بنتي ما شاء الله عليها ربنا يحميها متقبله مرضها وفهماه وعندها معلومات كافيه عنه، وبتواجهه وبتتكلم عنه وبتقول عندي كذا وبعمل كذا ومحتاجه كذا. فما شاء الله دي درجه من الوعي والنضج مميزه جدا، دي حاجه ايجابيه. مهم ان اولادنا اللي اتصابوا بامراض مزمنه نشتغل معاهم على كده، نشتغل معاهم ان هم يبقوا فاهمين. مفيش حاجه اسمها تخبي على ابنك عنده ايه، من اول ما يكون ابنك ده عنده 5 سنين وممكن اقل شويه لو هو فاهم، تقولي له عندك كذا، وقدر سنه بقى كل ما كبر كل ما كان بتقولي له معلومات صحيحه وحقيقيه وواضحه عن مرضه. هيخلينا نعمل كذا، هيخلينا ما نعملش كذا، عادي تقولي ما اعرفش، هتعلم معاك، هسال، يلا نسال الدكتور، يلا نعمل سيرش، حاجات شبه كده. فمهم ان الاطفال يعرفوا مرضهم وابعاده ويبقوا فاهمينه، ده رقم واحد. رقم 2 مهم التقبل، اتقبل مشاعر ابني اللي من ضمنها الحزن، الغضب، الرفض، الانزعاج، دي كلها مشاعر طبيعيه. ما ينفعش اقول له لا حرام تزعل، حرام ما ترضاش، لا يا جماعه، مش حرام، مش حرام انه يزعل، يعيط على حاله، يبكي، يتضايق، ينزعج، هو خاف، حق. فانا بقر المشاعر. امال ايه بقى اللي انا عايزه اوصله؟ رسائل الرضا، وان قضاء الله وقدره، واحترام قضاء الله، وان احنا الانسان اصلا بيسلم، احنا مسلمين فبنسلم امرنا لله، من ضمنها عيشتنا وامراضنا وحياتنا وحلونا ومرنا وهكذا. بقول الكلام ده لكن مش بشكل متلاحق، بديله فرصه يحزن، يغضب. يعني انا فاكره بنتي كويس جدا وهي بتعيط لما اتحجزنا في المستشفى، وقلت لها انتي زعلانه؟ فردت قالت لي اعتقد انا منزعجه. فاعتقد انا منزعجه ده تفسير نفسها للشعور اللي حسيته، وده صح. هي وصفت شعورها بالانزعاج اكتر ما هو حزن في الوقت ده، في اللحظه دي. وارد وقت تاني تحزن، لكن الفكره ان الطفل يبقى فاهم الفرق ما بين الحزن والانزعاج والغضب والرفض. مش عايز يبقى عندي كده، اشمعنى انا؟ الحاجات دي كلها مقبوله يا جماعه، مقبوله في وقت من الاوقات. اصابه الطفل بالمرض مقبوله، تمام. وده الشق الايجابي اللي قلت لكم عليه. فانا كأم، كأب، كمعلم، كمربي لازم اعمل كده. طب الشق السلبي اللي انا خفت منه ايه؟ اقصى الشمال بقى، الناحيه التانيه، اللي هي فكره ان الطفل يبدا بقى يكش ويبدا يستغل مرضه ليه كنقطه تميز. فلانه اللي عندها السكر، فلان اللي عنده القلب، كأن ده التايتل بتاعه، كأن ده نقطة تميزه، مش أخلاقه، مش شطارته، مش عمله، مش تميزه في حاجة معينة، شطارته في حتة معينة، لا، ده فلان اللي عنده السكر، ده فلان اللي عنده القلب. يا جماعة ده خطر، ده خطر. ليه؟ لأن ده بيخلي الطفل يحصل له ايرور نفسي، يحصل له مشكلة لو ما لحقناش ده أو ما انتبهناش ليه. قد الطفل يحصل له مشكلة. أنا ما ينفعش يبقى نقطة تميزي مرضي. انا ماجده الشاطره اصلا في التربيه، ماجده الشاطره دي ربنا قدر وجالها السكر، ده امر اخر، لكن مش هي دي النقطه اللي الناس بتتابعني عشانها. او قد يكون بعض الناس بيبقى بدايه ابتلائهم هي نقطه تحول ليهم، يعني من ساعه ما ربنا ابتلاه بكذا فبقى تحول هو انه يعلم الناس حاجات في مرضه دي، او يعرفهم يتعاملوا ازاي مع السكر، يعرفهم ازاي يتعاملوا مع القياس، مع السنسور، مع مش عارف ايه. هل ده غلط؟ لا مش غلط. هو استغل، هو اتعرف الموضوع ده عن طريق اصابته وابتلائه، فبدا هو يثقف نفسه ويتعلم وبدا ينشر الوعي للاخرين، ده مش غلط. لكن الغلط ان يكون دي نقطه الشفقه، العطف، يا حرام، لا خلاص، لا ما تخلوهاش تعمل، لا ما، وياخد امتيازات مش من حقه لمجرد انه عيان، حاجات يقدر يعملها، حاجات يقدر يواجهها. فهو ده اللي انا عطلت فيه. يا ترى اصادم واي مدرس او اي حاجه يقول خلاص تجيلي، خلاص تعمل، اقول له لا ما تعمليش كده، ما تاخديش اوبشنز زياده ولا امتيازات زياده انت مش محتاجاها، او انت ظروفك الصحيه مش متطلباها، تمام. يعني هو ده اللي خلاني احس ان انا خايف على بنتي، انا مش عايزاها تتحط في الزون ده، فاهميني؟
فللاسف لاول مره اعطل تربويا. يعني دايما انا لما بعطل بتخيل ان في ولي امر، ام تانية هي اللي بتحكي لي عن مشكله ابنها وبحللها بشكل علمي وانا شاطره في الجزء ده. لكن الحقيقه جايز لان الموقف لسه حاصل من وقت قصير، جايز لان انا حقيقي يعني لسه مش قادره يعني احدد، افكر اجمع دماغي. فقلت لا، انا هطلع لايف اخد راي الناس. تفتكروا تربويا ايه اللي صح ايه؟ يعني دايما اقول لو طفل مثلا قعيد بيستخدم كرسي بعجل، طالما قادر يمشي ما تساعدهوش. طالما ما طلبش لو سمحتي زقي لي الكرسي، او مثلا يقدر يمشي بالكرسي بتاعه من هنا لهنا عشان يروح يجيب الكراسه من هنا، خلاص فين الموضوع؟ بتساعديه ليه؟ فانا العجز عجز العقول، فبقول لا، ما تخلوش يعجز بعقله، خليه عادي، اللي يعرف يعمله يعمله واللي ما يعرفش اوكي ساعديه. فانا نفس المنطلق، ليه ادي اوبشنز زياده لابني او بنتي؟ هي دي القضيه اللي انا كنت عايزه اطرحها على حضراتكم. قولوا لي رايكم، يهمني جدا اعرفه. واشوفكم في لايفات تانية جديده ان شاء الله. شكرا لكم، ماجدة عمار، احنا بتوع تربيه.